السلام عليكم، وياكم حسام، وقصة جديدة من قصصكم اللي تدزوها لي. واللي عنده قصة وحاب يدزها حساباتي موجودة بالوصف. طبعا هواية تعليقات توصلني انه ليش ما تنشر قصص غير بس الابناء بلدك، وليش هالعنصرية. والله مو مسألة عنصرية، بس كل ما هنالك انه ما اجيد اللهجات الباقية. ونوهت اكثر من مرة، اللي يحب انشر له قصته من كل البلدان العربية راح انشرها بس باللهجة العراقية، لان مثل ما قلت لكم انه ما اجيد اللهجات الباقية. وهواي قصص وصلتني من اخوتنا بكل انحاء الوطن العربي، ووافقوا انه انشرها باللهجة العراقية. المهم نرجع لقصة اليوم. قصة اليوم وصلتني من بنت سعودية، بس قبل لا ادخل بالقصة هاي الخمس تعليقات المختارة للفيديو اللي راح. نرجع للقصة. تقول: السلام عليكم أخي، أنا اسمي إيمان، وهذا اسم مستعار. عمري 19 سنة. تقول: أنا طالبة مجتهدة وأغلب وقتي قاضيته بالدراسة، وعندي أختي أكبر مني بسنة، بس هي ما تقرأ وما مهتمة بالدراسة، فأني سبقتها بمرحلة بالدراسة. تقول: أمي ضاجت وأني هم ضجيت، عبالي ننجح سوا حتى يصير واهس ومزاج إنه نقرأ سوا. تقول: المهم والله العظيم أروح للمدرسة مثل الذليلة، أدرس وأسهر وأتعب وأروح للمدرسة، ومن أرجع أمي لا تسأل إيش أخذت إيش سويت أبد. والله كتبي ما تفتحهم ولا تشوفهم، وأني أسكت وما أحكي. وهي حتى الجدول تحضره لأختي. ومن توصلنا للسيارة الصبح تقول: هي يما راجع دروسك مو تلتهين وتنشغلين. تقول: أنا أنقهر ويحز بداخلي اهتمام أمي بأختي وإهمالها لي. وجدت فترة الاختبارات، تمرضت وتعبت حيل ونفسيتي تعبت، ورحت امتحنت درسين بس، ووراها تركت الاختبارات لأن زاد مرضي وما قدرت أكمل الاختبارات، ورسبت بهاي السنة الدراسية. تقول: أختي نجحت وصارت وياي بنفس المرحلة، وأمي من العطلة الصيفية تقول: يلا خلي أدخلك دروس خصوصية من هسه حتى تسيطرين على كل الدروس والمواد. تقول: وأنا رسبت والله العظيم ما قالت لي ما تنقهرين، والله كريم وإن شاء الله السنة الجاية تعوضيها. والله أبد ما سمعت كلمة مواساة. تقول: ومن ترسب أختي تبكي وتنقهر وتقطع الأكل. وهاي السنة عدت، وأختي وياي صرنا اثنين سوا بنفس المرحلة الدراسية. السنة اللي فاتت أمي كتبي ما تعرف ايش بيهم ما بيهم، بس هاي السنة لأن أختي وياي حافظتهم حفظ. تقول: شوف أختي تدرس متعجبة وتفتخر بأختي، وأنا ما يهم إذا درست أو ما درست، وما في يوم حسيتها فخورة بيها. تقول: والله العظيم تعبت وما طالبة شي كبير، ما أريد غير حنان أمي، بس كلمة واحدة أسمعها من أمي أرتاح، هي هاي أمنيتي. تقول: صح أمي موفرت لنا كل سبل الراحة وما محتاجين لأي شي والحمد لله، بس إذا ماكو حنانك يا أمي أنا شو أسوي بكل هاي الأمور. تقول: والله صرت مالي مزاج أدرس ولا أهتم بدراستي، وأقول حتى إذا نجحت منو راح يفرح لي إذا أمي وتحب بس أختي وما مهتمة غير بس بيها. تقول: هاي كل قصتي، وادعوا لي إنه الله يحنن قلب أمي علي وتمنحني ولو جزء بسيط من حنانها، لأن أنا بدون حنان أمي لا شيء. هنا تنتهي القصة، والله يحنن قلب أمك عليك. بس قبل لا تحكمين على والدتك بأنه هي هاملتك أو ما مهتمة بيك، اكو هواية من الآباء والأمهات من يشوفون اكو قسم من أبنائهم هم قادرين على تحمل المسؤولية يخلوهم يعتمدون على نفسهم، ويصبون اهتمامهم وتركيزهم على الأبناء الثانيين اللي يشوفوهم انهم عديمي مسؤولية أو ما يهتمون بدراستهم ومستقبلهم، ويحاولون يزيدون اهتمامهم بهم حتى يقووهم ويشجعوهم. وهذا الشيء مو دائما صحيح، لأن الأبناء مهما كانوا قادرين على الاعتماد على نفسهم هم بالنهاية بحاجة للتشجيع ودعم واهتمام الأهل، وتحديدا الأم. هذا كل اللي حبيت أقوله.
أشوفكم بقصص جديدة إن شاء الله. مع السلامة.